اللهم إنا نستودعك سنة ستمضي من عمرنا، فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا وبارك لنا في أيامنا القادمة، وأصلح نفوسنا ويسر أمورنا وحقق أحلامنا. رب اكتب لنا في السنة القادمة فرحة تغير بها مجرى حياتنا للأفضل، واحفظ أولادنا وعائلاتنا وأصدقائنا وأحبائنا، ومتعنا اللهم بالصحة والعافية، وارزقنا الرضا والقناعة، واشفنا وعافينا إنك أرحم الراحمين. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وراحة بال. جايلكم فيديو جديد. الفيديو ده على فكرة متصور، بصوا بقاله كتير جدا، بس معلش بقى، انتوا عارفين الشتاء اخدنا دور برد كده محترم، وحاولت اجز شوية كده في الاجازة. المهم، الفيديو بقى نبص كده بص عليه، وان شاء الله هننتظم مع بعض في تنزيل الفيديوهات. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. في بداية الفيديو ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم ويرحم شهدائهم. دخلت بقى على الريسبشن، قلت نديله تنظيفة محترمة. النهاردة هنعمل روتين حلو قوي، وهنعمل في اخر الفيديو حاجة حلوة قوي. خليكي معايا وان شاء الله الفيديو هيعجبك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. تنظيفات عميقة وحاجات حلوة، بس في نفس الوقت مش هنحس ان احنا بذلنا مجهود، زي ما قلنا، علشان احنا ايدينا في البيت بصفة مستمرة. اول حاجة عملتها، دخلت على الريسبشن، نظفت كل الكنب وشلت الدواسات اللي في الارض، ومسكت الارض بالمكنسة. المكنسة يا بنات، علشان ناس كتير سألوني عليها، انا عاملة فيديو ريفيو عن المكنسة، وكمان في كل فيديو انا بستخدمها، وفي كل فيديو بشكر لكم فيها وبقول لكم ما شاء الله اللهم بارك. يعني هي صديقتي الصدوقة في اي تنظيفات. حلوة قوي. انا عارفة ان هي دلوقتي سعرها عدى جدا، وربنا يعيننا جميعا، وان شاء الله كل واحدة نفسها في حاجة ان شاء الله تجيبها، وربنا يملى بيوتكم كلكم بالخير، وتجيبوا كل اللي نفسكم فيه. طبعا لو انت ست بيت بتجددي، جددي وربنا يوسع عليكي، ولو انت بنوتة بتجهزي ربنا يعين اهلك على جهازك. خلصت بالمكنسة، وابتديت بقى امسح الارض واسيبها بقى تتهوى كده. ويا سلام بقى على المية السخنة بالديتول، وتشمي ريحة النظافة والتعقيم. خلصت ورجعت كل حاجة مكانها، علشان نبدأ ان احنا نمسح بقى الجزء اللي في النص بتاع الريسبشن. ما خدش معايا وقت، ليه؟ علشان انا ايدي فيه على طول، وكمان انا مش بسيب الحاجة ان هي توصل لمرحلة اتساخ جامدة او بهدلة جامدة، علشان ما تاخدش مني مجهود. طيب، بعد ما همسح هندخل بقى على الجزء ناحية السفرة. وقبل ما اعمل اي حاجة في التنظيفات، زي ما شفتوا في بداية الفيديو، شغلت الشاشة على الرقية الشرعية. خليها عادة عندك ان انتي اول ما تصحي من النوم يا اما تشغلي قرآن او تشغلي الرقية الشرعية. طبعا هنا كان في دروس بقى. انا عايزه اقول لكم بجد الفيديو ده متصور من ليله راس السنه، او من قبلها بيومين كمان، يعني بقاله اكتر من شهر. طيب، انا ما نزلتوش في وقتها، وانا كنت اصلا مش عايزه انزله ساعه راس السنه، علشان ما حدش يقول بتهتمي بالكريسماس وده مش من عاداتنا ولا تقاليدنا ولا الكلام ده كله. انا معاكم واتفق معاكم في الرأي. عام جديد عدى علينا، يا ربنا يعني يكتب لنا فيه الخير والبركة. وعام يعني العام الماضي ربنا يغفر لنا اي حاجة وحشة حصلت. بس انا عايزة اقول لكم حاجة بقى، مش معنى ان في سنة جديدة جت علينا او سنة خلصت ان احنا نفضل ثابتين على آه، الحاجة اللي احنا فيها. لا، ولا نقعد نقول 23 راحت، يا رب سنة 24 تكون أحسن. يا جماعة، أول حاجة طبعا لا تلعنوا الدهر. ده مش كلامي، ده كلام القرآن وكلام ربنا، وكلنا أكيد متفقين عليه. تاني حاجة بقى، يعني العيب مش في السنين ولا في الأيام، العيب فينا احنا كأشخاص. بمعنى ايه؟ لو احنا نفوسنا من جوه سليمة، وبنحب الخير لبعض، وبنتمنى لبعض ان احنا ربنا يصلح حالنا جميعا، ودايما انتي شاغلة نفسك ببيتك ومصلحة أولادك ودنيتك، الدنيا هتبقى أفضل. إنما احنا شاغلين نفسنا بغيرنا، ونتكلم على غيرنا، مش بنحب الخير لغيرنا. ولو لقينا حد مثلا عنده حاجة، ايه ده؟ ليه دي يبقى عندها الحاجة دي وأنا مش عندي؟ ليه دي ربنا أكرمها مثلا بأولاده وأنا مش عندي؟ بلاش بلاش ده.
فزي ما قلت لكم العيب مش في السنين ولا في الأيام، العيب في البشر. ربنا يهدينا جميعا ويصلح حالنا. حاولوا تحبوا الخير لبعض، حاولوا ان انتوا كل يوم جديد في حياتكم تعيشوه زي ما هو، وانسوا اللي فات بقى. اليوم اللي قبله كان فيه حزن، كان فيه زعل، كان فيه غضب، ننساه ونبدأ يوم جديد بتفاؤل ونعيش حياة حلوة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا جميعا وربنا يرفع شأنكم جميعا. طيب أنا هنا خلصت ريسبشن، وابتديت أحط بقى الحاجات الشتوية الفرو دي اللي بتحسسنا بالدفء، وهبدأ استخدم معاكم الديكورات اللي انا وريتها لكم في اخر فيديو اللي هو كان فيه فيديو مشتريات. نبدأ بقى نعمل تنسيقات حلوة كده ونغير الديكور. تمام، نرجع بقى لموضوعنا. طيب انا واحدة من الناس كل سنة بتعدي في حياتي بعمل لنفسي اهداف جديدة. ايه الاهداف اللي انا بعملها لنفسي؟ بقول ان شاء الله السنة دي انا عايزة اشتغل شغلة معينة، عايزة اكبر شغلي، عايزة اكبر قناتي، عايزة اهتم باولادي، عايزة احفظ مثلا القرآن، عايزة التزم بالصلاة اكتر، عايزة اعمل تغييرات في البيت. ايا كان بقى، ايا كان الحاجات الاهداف اللي انا حطاها، وببدأ ان انا اكتبها. ومش عيب ابدا ان انا اكتب الاهداف بتاعتي. طيب، وبفضل طول السنة اسعى ان انا احقق الاهداف دي. ولو ربنا من عليا بكرمه وفضله وحققت الأهداف دي، أنا شاكرة فضل ربنا وأنا تمام كده. ولو ما حققتش حتى ولو جزء بسيط منها، الباقي من أهدافي بخليه في أولويات أهدافي في السنة الجديدة. يعني أنا السنة اللي فاتت كنت ناوية والنية لله إن تكون من أهدافي إن أنا أكبر قناتي وقناتي تكبر وتتشاف. ما حصلش عشان انا كنت مقصرة جدا في تنزيل الفيديوهات بسبب عملية ابني، بسبب الدراسة، بسبب انا كمان تعبت، وكان في ظروف كتير واحداث كتير حصلت منعتني ان انا استمر في تنزيل الفيديوهات. ما زعلتش، وقدر الله ما شاء فعل، وده نصيب، وربنا ما كانش كاتب لي ان القناة تكبر وتتشاف في الفترة دي. فانا اول ما دخلت علينا 2024 بخير وسلام، حطيت هدف ان انا يعني استمر في القناة واشتغل عليها اكتر من اول الاهداف. تمام. كانت من اهدافي السنة اللي فاتت اني اعمل حاجات كتير، والحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والمن والفضل والشكر يا رب العالمين. عملتها كلها كلها، ما عدا حاجة واحدة بس، ان انا اتعلم السواقة بتاعة العربية. ودي شوية يعني هتاخد مني وقت، بس انا برضو ان شاء الله هلتزم بيها. اهداف تاني بقى كتير وحاجات تاني كتير تخصني او حاجات شخصية الحمد لله ربنا اكرمني بيها. اعملوا كده وهتشوفوا الدنيا بتاعتكم هتتغير جدا. ليه؟ لما تعملي لنفسك اهداف وتكتبيها هتفضلي طول السنه مشغوله بيها. انا عايزه السنه دي احفظ اولادي مثلا لحد الجزء الكذا، عايزه التزم مع اولادي بان انا احكي لهم قصص انبياء، بان انا اخليهم يلتزموا بالصلاه. فانتي هتبقي مشغوله طول الوقت بالهدف اللي انتي عايزه تحققيه قبل ما السنه تخلص. وان شاء الله ربنا يدينا العمر وكلنا نحقق كل الحاجات اللي احنا بنتمناها. فعلشان كده بقول لكم الاهداف لما بنكتبها بتبقى قدام عينك طول الوقت، فانت ملزمه ان انت تعمليها. الا لو حصل لك ظروف خارجه عن ارادتك فده مش بايدك، فخلاص انت كده تمام، انت عملتي اللي عليكي وسعيتي. تمام. فانا بحب كده، والحاجات دي هتخليكي طول الوقت مشغوله بان انت تحققي اهدافك وان انت توصلي للتارجت اللي انت عايزاه، علشان تكوني انتي وبيتك واولادك واسرتك في مستوى افضل، سواء ماديا او ثقافيا او اخلاقيا. مش عيب ابدا ان انتي تبقي كل اهتمامك اسرتك وبيتك واولادك ونفسك، وده هيشغلك عن القيل والقال، وهيشغلك عن حاجات تاني كتير خالص، ويبعدك عن بقى حاجات ان انتي تجيبي في تيرة حد او ان انتي تبصي في عيشة حد. هتبقى شغلك الشاغل بيتك واهلك ونفسك وربنا وبس. وربنا يا رب يساعدكم ويبارك في أولادكم ويعني ويجعل أيامكم كلها سعادة، وتحققوا كل اللي نفسكم فيه، وتكونوا راضيين عن نفسكم، وتكونوا إلى ربنا أقرب إن شاء الله.
وربنا يا رب يرحم الناس العزيزة على قلبنا اللي احنا فقدناهم، وربنا يبارك في عمر كل الناس الطيبة الحلوة اللي احنا بنحبها ولسه موجودين على قيد الحياة. اتمنى اني ما كنتش طولت عليكم، واتمنى ان انتوا تكونوا حققتوا اهدافكم السنة اللي فاتت، وان شاء الله ربنا يعينكم ويقدركم على ان انتوا تحققوا اهدافكم السنة الجديدة، وان شاء الله ربنا يوسع ارزاقنا جميعا. هنا بقى نيجي بقى للروتين ونشوف احنا بنعمل ايه. انا خلصت زي ما انتوا شفتوا ريسبشن وخليناه زي القمر وعطرناه، وكمان دخلت على الطرقة وظبطت الجزامة وخليت الدنيا زي الفل، ودخلت على الغرفة بتاعتي وابتديت بس اغير الملايات، هي ما كانش فيها حاجة. وعملت كمان اللحاف بتاعي كان محتاج بس ان انا اركب الكفر، والكفر ده سألتوني عليه حلو ولا لا، عملي ولا لا. حلو جدا وعملي جدا وسهل في التركيب، وكمان ما بياخدش وقت في الغسيل ولا اي حاجة خالص، تقدري تعمليه باللون وبالشكل وبالديزاين اللي انت حباه. انا عاملة وش سادة ووش منقوش، وبجد حلو قوي وشكله شيك جدا وبيغير من شكل اللحاف او البطانية. لو انت بقى ست بيت ومتجوزة بقالك فترة وشكل اللحاف بتاعك مش عاجبك، او الموضة بتاعته اتغيرت، لان كل سنة بيطلع حاجات احدث وحاجات اجدد، فالكفر ده حل مناسب جدا وفي نفس الوقت مش مكلف. لو انت هتشتري لحاف جديد او بطانية جديدة، شوفي الرقم بتاعها دلوقتي هيبقى بكام، وكمان مش هتلاقي مكان للتخزين وتزنقي الدنيا وزحمة وكركبة. الكفر اسهل بكتير وارخص بكتير. وبعد ما خلصت كده وفرشت الملاية القمر، وعلى فكرة الدفاية اللي انا فرشها دي بتاع سرير اوضه الاطفال عادي جدا يعني، مش هتقول لا لو فرشتها في الغرفة بتاعتي. هي لونها اسود وشكلها حلو قوي وما فيهاش رسومات اطفال، فما فيش مانع يعني. وهنا بقى ده الكتاب اللي انا بقرأ فيه قبل ما انام شوية كده، كتاب حلو قوي. وانا دي بقى ايه، معلومة كده محدش يعرفها عني، انا بحب قراءة الكتب جدا 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 جدا. وبجد الكتب بتوديكي في عالم تاني، وبتخلي البني ادم كده عنده كمية معلومات رهيبة، وبتوسع مداركنا بقى كده، وبتخلينا بني ادمين مثقفين وعندنا كمية كبيرة من الوعي. انا بحاول على قد ما اقدر ما امسكش الموبايل كتير، ولا يعني اخلي التليفون ياخد من وقتي. القراءة هتاخدك في عالم تاني، جربوها حتى لو ابتديتوا بقصص الأنبياء بتاعة الأطفال أو بروايات صغيرة أو بأي حاجة انتوا بتحبوها، وخلوها عندكم عادة بحيث ان انتوا ما تمسكوش الموبايل كتير. ونحاول ان احنا نقلل من عدد ساعات مسكنا للموبايل. الموبايل لو انت مسكتيه مثلا وقلتي انا هتفرج مش عارفة على حاجة صغيرة، وبعد كده هيسحلك وفيديو يدخل في فيديو، خبر يدخل في خبر، وبعد كده هتلاقي الدنيا باظت خالص منك والوقت خلص وملحقتيش تخلصي كل المهام اللي وراكي. خلصت وخليت الدنيا زي الفل. وهنا كده مسحت الغرفة بمية سخنة وديتول. انا بحب في الشتاء امسح بمية سخنة وديتول. مية سخنة بتعقم وبتطهر، وكمان لو حاجة لزقت في الارض بتشيلها بمنتهى السهولة، وكمان بحس ان هي بتطلع دفى كده في الجو البرد ده. ربنا يا رب يعني يعين كل بني آدم ما عندوش مأوى بجد في الجو الصعب ده. وخلصنا والحمد لله الدنيا بقت زي الفل، والبيت نضيف ومتعطر وزي بصوا زي القمر. خلصنا، نعمل بقى ايه؟ نعمل حاجة حلوة. ما احنا بيتنا نضيف وخدنا بالنا من كل تفاصيل البيت وخلصنا حاجتنا بدري، يبقى نعمل حاجة حلوة. هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة أنا عملتها معاكم قبل كده، بس حاجة كده وهم يا بنات، وهتعجبكم جدا. ما تتخضوش من المكونات اللي انتوا شايفينها، دي مكونات الكيك ومكونات الصوص بتاع الشوكولاتة، فأنا حبيت أختصر وأحط كل الحاجات جنبي علشان أسهل على نفسي ومفضلش بقى راحة جاية وانجز بسرعه. الكيك ده انا عملته معاكم قبل كده وناس كتير جربته، وبجد النتيجه بتاعته ممتازه. جربوه وعلى ضمانتي، وان شاء الله هتعتمدوا الطريقه دي ومش هتبطلوا تعملوا غيرها. اول حاجه انا حبيت انخل الدقيق، جبت هنا كده كوبايتين من الدقيق، وهبدأ بقى ان احنا نعمل مع بعض كيكه عظمه. اهم حاجه ان احنا بننخل الدقيق وعليه رشه بسيطه من الملح، علشان الدقيق لما بننخله بيخلي الكيكة كده هشة وحلوة، وما بيبقاش في الدقيق اي تكتلات. تمام.
تمام. طيب هنعمل ايه كمان؟ هنحط مثلا يعني انا مستخدمة كاكاو خام. الكاكاو الخام بيكون حلو قوي 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 في الوصفة دي. بلاش الكاكاو المحلى بالسكر لان احنا حاطين سكر. تمام. وحطيت كمان دي اضافة من عندي انا، نسكويك. نسكويك انا عارفة انه مش تبعنا بس الكمية كانت موجودة عندي فانا حبيت ان انا استخدمها. طيب لو مش عندك نسكويك تقدري تستغني عنه تماما، مش مؤثر قوي يعني في الوصفة. تمام. وهبدأ أخلط كل المكونات الجافة مع بعضها الأول علشان أتأكد إن كل الخليط هياخد نفس اللون. طبعا تقدري تعمليها في خلاط، في كبة، أو بالمضرب اليدوي زي ما انت عايزة او زي المتوفر عندك والمتاح اشتغلي بيه. جبت الكبة وحطيت فيها عدد 2 بيض بدرجة حرارة الغرفة وحبة من الخل. الخل بيشيل زفارة البيض وبرضه بيدي طراوة شديدة جدا للكيك. هبدأ احط بقى السكر. انا مستخدمة يعني 1.5 كوباية من السكر، دي حلوة قوي وكمية السكر دي مناسبة جدا، مش هتخلي الكيك معاكي مسكر زيادة. هنحط كل الحاجات دي بقى مع بعض وهحط 2 باكت من الفانيليا. هنضرب المكونات السايلة بقى علشان نبدأ نعمل الكيك بتاعنا. الكيكة دي حلوة جدا 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 وتقدري تعمليها تورتة، تقدري تعمليها كيك يومي عادي زي ما انت عايزة. حطينا بقى الفانيليا وهنبدأ نخلط كل الكلام الحلو ده مع بعضه. طيب ظبط بقى الكلام كده. خلطنا السكر اهم حاجة. وانتي بتضربي يعني زودي في الضرب حبتين 3 عشان السكر يدوب وما يفضلش حبيبات زي ما هو. هبدأ بقى احط كوباية من الزيت. هي 3/4 كوباية، معلش اسفة، 3/4 كوباية من الزيت. وهنخلط كويس. طبعا انا صبيت الزيت والكبة كانت شغالة عشان اتأكد ان كل الحاجات اختلطت كويس. هبدأ اضيف كمان علبة صغيرة من اللبن الرايب. بجد اضافة اللبن الرايب للكيك حاجة كده فظيعة. جربوها وان شاء الله تعجبكم. هبدأ انزل بخليط المواد الجافة شوية بشوية. حطيت كده شوية من الدقيق بالكاكاو والبيكنج باودر وهخلطهم. وبعد ما اتأكد ان هم اتخلطوا هرجع ازود باقي الكمية تاني لحد ما اخلص من كل كمية المواد الجافة. وزي ما انتم شايفين القوام حلو جدا 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 وريحتها بصراحة ريحة الكاكاو مع النسكويك رهيبة. انا عن نفسي انا واولادي بنحب كيكة الشوكولاتة دي جدا 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 ومفيش حد اكلها من ايدي الا لما عجبته موت. وبجد انا واثقة ان هي تعجبكم انتوا كمان. هنا كده جبت مية سخنة بقى وما تقلقوش من المية السخنة اللي احنا هنضيفها على الخليط. بالعكس هتدي كده طراوة وكمان هتخلي الخليط ما يبقاش متماسك قوي. مية سخنة نضيفها حبة بحبة. انا استخدمت تقريبا كوباية. وجبت بقى صينية مدهونة سواء زيت او سمنة زي ما انت عايزة. ادهني الصينية كويس جدا وبعد كده ندي الصينية خبطتين كده عشان نفضيها من اي هوا. وهاخد صينية الكيك على الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 45 دقيقة بالظبط. احسبيها على الساعة وهتاخدي احلى كيك. بعد كده جبت هنا عندي المبشرة الصغنطوطة دي وجبت الشوكولاتة الخام. الشوكولاتة الخام هنبدأ بقى نعمل لها حمام مية ونسيحها. هنا جبت مية سخنة وحطيتها. اهم حاجة وانتي بتعملي حمام مية للشوكولاتة علشان تدوبيها بلاش ان المية تكون ملامسة للطبق اللي فيه الشوكولاتة. زي ما انتم شايفين المية سخنة جدا وبنبدأ نقلب نقلب نقلب. هتبدأ الشوكولاتة تسيح معانا وهتبقى زي الفل. هي مش هتاخد وقت خالص. هنبدأ نضيف حبة من الزيت علشان نسرع بس عملية الذوبان بتاع الشوكولاتة وفي نفس الوقت تديها لمعة كده حلوة قوي.
زي ما انتوا شايفين خلاص الشوكولاتة ابتدت تسيح معانا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الاشكال بتاعة الترانسفير. الاشكال دي بتتباع في محلات مستلزمات الحلويات. هو على حسب بقى المكان. انا دي الاشكال اللي جبتها، كنت جايبة اشكال للكريسماس، جبت اشكال كتير قوي. انا جايبه الفرخ كله على بعضه الواحد كده، وبيبقى فيه اشكال كتير جدا، جايباه ب10 جنيه. في ناس بتبيعه ب8 وفي ناس بتبيعه كمان ب15 على حسب المكان، وهم كلهم واحد يعني. بس هو بيقعد معاكي فترة كبيرة جدا طبعا، لانه بيبقى فيه عدد اشكال كتير جدا. انا بقصقص كده العدد بتاع الاشكال اللي انا محتاجاها. سهل جدا وهو مش بياخد وقت خالص في القص، وبجد بيخلي شكل الكيك حلو جدا، وبيديكي كده ايه، ايحاء كده ان انتي مشتريه الحاجه من بره زي ما بتشتريها من محلات الحلويات. طبعا في اشكال كتير جدا متوفره من الترانسفير، بس انا علشان هعمل حاجات تخص الكريسماس فعشان كده اخترت الاشكال دي. اخترت بابا نويل والايس مان والشجره. زي ما انتم شايفين كده اخدت من كل شكل قطعتين. هقصقصهم وهبدأ املاهم بقى بالشوكولاتة اللي انا سيحتها. طبعا حطيتهم على طبق علشان اسهل على نفسي بعد ما احط فيهم الشوكولاتة ان انا اقدر ادخلهم التلاجة بمنتهى السهولة والاشكال ما تتبهدلش. ويستحسن ان والشوكولاتة لسه سخنة تحطيها في قالب الترانسفير علشان تطبع الشكل اللي موجود بمنتهى السهولة ويطلع معاكي مظبوط. حطيت كده الشوكولاتة وابتديت املى كل الفراغات، وهي ما بتاخدش وقت، بتنشف بسرعة جدا وبتجمد في اقل من دقيقة. بس زي ما قلت لكم اهم حاجة تكون الشوكولاتة سخنة علشان الاشكال اللي في الترانسفير تطبع على الشوكولاتة. وطبعا تستخدمي يا اما شوكولاتة بيضة او شوكولاتة غامقة علشان تبان الاشكال. طبعا ممكن تقدري تستخدمي الشوكولاتة بالحليب، مش هتقول لا. هنا كده ابتديت املى كل الفراغات وخلصت الكمية اللي انا محتاجاها. هبدأ احطهم في التلاجة علشان يجمدوا شوية لحد ما اجهز الصوص الشوكولاتة اللي انا هحطه على الكيك نفسه. زي ما انتم شايفين كده الترانسفير ما خدش وقت، وهو اصلا ابتدى يجمد وانا بكلمكم اساسا. هاخد الطبق احطه في التلاجة لحد ما نحضر الصوص اللي هنغطي بيه الكيكة، وصوص حلو قوي قوي قوي. الصوص بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن كاكاو خام، عبارة عن زيت، عبارة عن لبن، عبارة عن سكر بودرة، وكلهم بنسب متساوية. يعني نفس الكوباية اللي هتعايري بيها هي اللي هتمشي بيها في نفس المقدار لكل المكونات. كوباية من السكر البودر، كوباية من اللبن، كوباية من الزيت، كوباية من الكاكاو الخام. الإضافات بتاعتي أنا بحط فانيليا وبحط نسكويك، طبعا تقدري برضو تستغني عنهم. وبس كده وهتاخدي احلى صوص شوكولاتة بقوام رهيب وطعم خطير. هحط كل الكلام ده طبعا زي ما قلت لكم تقدري تستخدمي الكبة او الهاند بلندر او الخلاط. وهنخلط بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعض علشان نشوف احلى صوص شوكولاتة. هنشغل بقى الكبة علشان الكلام الحلو ده. بصوا الصوص وجماله، وبصوا القوام بتاعه عامل ازاي. لما بيقعد في التلاجة بيتقل شوية عن كده. بصوا اللون بتاعه رهيب رهيب رهيب. للوهلة الأولى كده هتحسوا ان المكونات كتير والخطوات كتير، بس بعد كده تتعودي وإيدك هتبقى متمكنة في الكيك ده وهتعمليها كل يوم بمنتهى البساطة. بصوا الكيكة خرجت ازاي من الفرن، رهيبة، واللون بتاعها جامد جدا وهشة جدا. طبعا انا سبتها بردت شوية علشان اول ما احط الشوكولاتة عليها ما تسحش. الكيكة خلاص استوت وبقت زي الفل. هنزل عليها بصوص الشوكولاتة علشان نغلف الكيكة من جميع الاتجاهات. بجد ريحة الكيكة كانت خطيرة 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 وطعمها رهيب. حطيت صوص شوكولاتة كده ايه بزيادة، كتروا كتروا، فليذهب الدايت الى الجحيم بجد. يعني هنلاقي قطعة كيكة بالشوكولاتة ونقول لأ. هبدأ بقى كده اوزع كل الشوكولاتة على الكيك،
وهنقطعها وهنقدمها بقى مع بعض بشكل تحفة جدا، وبنفس بقى ايه طريقة المحلات. وتدلعي بقى بيتك ودلعي ولادك وحسسيهم كده ان انتي ايه شيف في نفسك، وطلعي الشيف اللي جواكي وابدعي بقى براحتك في التزيين ده يرجع لك انتي. هنا كده قطعت الكيك وهنبدأ نقدمها مع بعض. طبعا التقديم ده والله هي من غير اي حاجة طعمها خطير، بس احنا بنحاول بقى ايه نخلي الحاجة شكلها شياكة اكتر. بصوا ارتفاع الكيكة عامل ازاي، وهشة جدا، وبجد الكيك مش مكبوس خالص. وزي ما انتوا شايفين اللون بتاعها خطير سواء الكيك او صوص الشوكولاتة. هنا بقى كانت القوالب، بصوا كانت الشوكولاتة جمدت والاشكال طلعت وبنطلعها بمنتهى السهولة، واشكالها بجد حلوة قوي والاولاد هتفرح بيها جدا. نبدأ بقى نزين الكيك بتاعنا كده ونحط عليه حاجات حلوة. وانا كنت برضو جايبة اللي هو التوت المجفف من عند بتاع الحلويات. هبدأ برضو احط كام واحدة كده، وتسلم ايدي يا ولاد. شوفوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، جربوها وانا واثقة ان هي تعجبكم. قلت اروق بقى على نفسي كده واعمل قطعة كده حلوة. الولاد وانا بعمل الكيكة بجد كانوا واقفين ورايا ومستعجلين عايزين ياكلوا الكيك بأي طريقة. انا هنا كده قدمت الكيك وحطيت عليها اشكال، وجبت هنا كده شمعة عليها بابا نويل. برضو الشمعة دي اشتريتها من عند مستلزمات الحلويات. وتفضلوا بقى معايا، وبجد يعني نفسي اعزمكم كلكم على الكيكة دي. شكلها حلو قوي وشكلها شهي جدا، وتحسي ان انتي فعلا جايباها من اغلى وافخم محل حلويات. بس اكيد طبعا الحاجة اللي بتكوني عاملاها في البيت من صنع ايديكي اكيد بتفرق جدا عن بره، وبتبقى احلى واطعم كمان. كل سنة وانتم طيبين وربنا يسعدكم يا رب جميعا. ولحد هنا الفيديو بتاعنا خلص، تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. باي باي، مع السلامة.